تعالوا بينا نشوف قصة النهاردة. 5 أطفال من عيلة واحدة كانوا لوحدهم في البيت. أبوهم وأمهم كانوا مسافرين علشان الشغل وسايبين الأولاد لوحدهم. الوحيدة اللي كانت بتطمن عليهم هي خالته، كانت بتعدي عليهم من وقت للتاني وتطمن عليهم وتشوفهم وتمشي. في الليلة دي الأطفال كلهم دخلوا يناموا وما كانش فيه أي حاجة بتقول إن دي هتبقى آخر ليلة. سخان الغاز يوميها كان شغال والشبابيك كانت مقفولة. تسريب بسيط انتشر في البيت كله من غير ريحة ومن غير صوت ومن غير ما حد يحس بحاجة. واحد ورا التاني ال5 أطفال اختنقوا وهم نايمين، ولا حد سمع لهم حس ولا حد فيهم لحق يستنجد بحد. وبعد ساعات خالتهم رجعت علشان تطمن عليهم كالعادة. قعدت تخبط ولكن للأسف محدش كان بيرد. وللأسف لما دخلت اكتشفت الكارثة اللي تكسر قلب أي حد. 5 أرواح بريئة راحوا بسبب غلطة ممكن تحصل في أي بيت. واللي حصل ده مش مجرد إن هو خبر حزين، ده رسالة تحذير لكل أب وأم وكل حد بيعيش لوحده في الشقة. ما تشغلش السخان وانت نايم، وبالذات في مكان مغلق، علشان لحظة إهمال ممكن تدمر عيلة بحالها. ربنا يا رب يرحمهم ويصبر أبوهم وأمهم وكل معارفهم.